السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه؟ اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل طبخة من الكبد والقوانص، طبخة لذيذة جميلة في طاسة واحدة عشان نوفر عليكي وقت ومجهود. ونبدأ ونقول بسم الله. وأول حاجة معانا الطاسة بتاعتنا الجميلة، هنحط فيها رشة كده من الزيت ومعلقة من السمنة، وننزل طبعا القوانص بتاخد سوى أطول من الكبدة، فننزل عليها كده ونشوحها تشويحة يمين تشويحة شمال لحد ما اللون بتاعها يغير كده، ونشيلهم على جنب. ونبدأ ننزل بالكبدة بتاعتنا. طبعا الكبدة مش بتاخد وقت، فعشان كده بننزل بالقوانص الأول. طبعا الكبد والقوانص احنا عارفين الكيلو منها ب85 وفي ب75 حسب الراجل اللي انت تشتري منه، فبلاش ان انت تشتري كبد وقوانص من بره، لان هو بيديهالك كلها مليانه دهون. طب هنعمل ايه؟ انا بحب اعمل الحركه دي، فحبيت اقول لكم على الطريقه اللي انا بخزن بيها الكبد والقوانص. كل ما تشتري كبد وقوانص هتحضري علبه بلاستيك كده جوه الفريزر، يبقى ليها غطا. كل ما تشتري كبد فراخ هيبقى معاها الكبد والقوانص بتاعتها، هتحطيها في العلبة لحد ما تكوني آخر الشهر كده كمية كبد وقوانص إن شاء الله تبقى محترمة، تنفع الغدوة، تنفع تكفي الأسرة بإذن الله. فتطلعي العلبة بقى بتاعتنا، طبعا احنا غسلينها الكبد والقوانص قبل ما نشيلها، وتفك معاكي وتبدأي تحضري معايا الأكلة الجميلة دي، هتنفعك كده آخر الشهر. طبعا آخر الشهر بنقلب في التلاجة يمين وشمال لحد ما نطلع الحاجات اللي موجودة ونعمل منها طبخة. أنا قلبت كده في التلاجة، كان موجود عندي حبة الكبد والقوانص اللي أنا بعينهم كده في العلبة اللي في الفريزر، وطلعتهم، وكان عندي حبة بطاطس حبة فلفل، فقلت لازم اعمل منهم طبخة ان شاء الله. فالطبخة دي طلعت اختراع وطعمها جميل، فقلت يلا شارككم كده في الطبخة دي وان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما شوحتها على الجنبين واخدت لون كده، هننزل بالتوابل بتاعتنا. شيء اساسي التوابل اللي احنا هنحطها دي، ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ورشة بسيطة من الكمون. لو انتي الأطفال بيحسوا بريحة كده في الكبد والقوانص، رشة الكمون دي هتضيعها لك تمام، مش هيحسوا بأي حاجة لو الأطفال مش بيحبوا ياكلوها. وأهم حاجة طبعا تكوني غسلاها كويس ومصفياها قبل ما تشيليها في العلبة في الفريزر. وهننزل عليها هنا بعد ما حطينا الكمون، هننزل بالفلفل الأحمر، لأن احنا قلنا هنطبخها كده وهنعملها طبخة بإذن الله. زي ما انتم شايفين عندي بصلاية كده قطعتها تقطيعة متوسطة عشان تتشوح معانا، وتفضل البصلاية واخدة الطعم بتاع الكبد والقوانص، وفي نفس الوقت ما تتهريش البصلاية. احنا مش عايزين البصلاية تتهري، عايزينها تبقى موجودة في الأكلة بإذن الله. هنبدأ نشوحها كده تشويحة 2 3 عقبال ما نقطع الفلفل، ونطلع كده معلقة من التوم اللي احنا فرزناه أول الشهر مع بعض في الفريزر. هتطلعي معلقة وتقطعي كده فلفلاية أو 2 حسب اللي موجود عندك. ولو عندك بطاطساية كده زي ما أنا عملت، هتقطعيها مكعبات زي ما احنا بنعملها كده كأنك هتطبخيها بالظبط، وهتديها تحميرة في الزيت، تحميرة بسيطة، مش عايزينها تاخد اللون الأصفر، لا، يدوب تحميرة كده بسيطة وهي لونها أبيض، وتطلعيها بحيث إن هي تبقى متماسكة وتبقى تستوي معاكي مع الكبد والقوانص بكل سهولة. أنا هنا محبتش أطول عليكم الفيديو، فحمرتهم كده وشلتهم على جنب، وبدأت معاكم إن أنا أسوي معاكم الكبد والقوانص. ونزلت عليهم زي ما انتم شايفين بالبصلاية، وبعدين البطاطساية اللي احنا محمرينها نص تحميرة، وطبعا معلقة الثوم والفلفلاية الخضراء. لو الفلفل بتاعك صغير قطعي 2. زي ما انتم شايفين كده نبدأ نقلب يا دوب ريحة التوم بتاعتنا تطلع. عايزين الفلفلاية الخضراء تبقى متماسكة وتبقى بلونها. وعندنا حبة صلصة طبعا من اللي احنا عملناهم طبعا أول الشهر مع بعض. اعملي كده الحركة دي، ان انت تعملي كل حاجتك أول الشهر تفضل طول الشهر مريحاكي. هتحطي كده حبة الصلصة وعليهم حبة مية بحيث ان هم يستووا كلهم في قلب بعض، وهنسيبهم كده لما تتسبك. مش هنغطي عليها ولا حاجة، لان البطاطس مش بتاخد سوا والكبد والقوانص مش بتاخد سوا. هنسيبهم يتسبكوا مع بعض على نار هادية. وزي ما انتم شايفين حضرت جنبهم حبة رز بالشعرية، عشان طبعا الأكلة دي محتاجة حبة رز بالشعرية. حابة تعملي جنبها مكرونة محمرة براحتك، الاختيار ليكي وليكي حرية الاختيار. وانا حبيت اشارككم الأكلة دي، والصراحة طعمها كده خطير مع حبة رز بالشعرية، وجربوها وان شاء
شاء الله هتعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده عملنا حبة خضار وحبة كبد وقوانص من أي حاجة، وكل حاجة موجودة في التلاجة، ما تقفيش عند أي حاجة. وزي ما انتم شايفين كده عملت لهم أكلة سهلة ولذيذة وجميلة، وإن شاء الله تعجبكم. ويلا كده لو عجبتك الطريقة ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.